هل سيتحول الغاز النيجيري إلى ميدان تنافس جديد بين الجزائر والمغرب؟ إليكم أبرز التفاصيل. تنتظر المغرب والجزائر منافسة حادة لجلب الغاز من نيجيريا نحو أوروبا في مشروعين منفصلين، فيما تبدو أوروبا غير متحمسة لمواصلة الاعتماد على هذه المادة في الأعوام المقبلة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة. ويحاول البلدان المغاربيان اللذان تسود بينهما علاقة متوترة الاستفادة اقتصاديا من الوضع في أوكرانيا، في وقت يعتبر فيه خبراء أن المشروعين غير متداخلين ويصبان في مصلحة أوروبا التي سوف لن تكون مرتهنة لسوق واحدة. فهل سيزيد هذا التنافس من التوتر في الرباط والجزائر؟ يبدو أن المغرب والجزائر مقبلان على منافسة محتدمة لجلب الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وإن كانت القارة العجوز غير متحمسة لمواصلة الاعتماد على هذه المادة والتوجه في السنوات المقبلة نحو الطاقة النظيفة. وينخرط المغرب في مشروع يعبر 13 بلدا إفريقيا على طول المحيط الأطلسي ويمتد على حوالي 6000 كيلومتر. لم يحدد موعد لبدء المشروع إلا أن وزير النفط النيجيري تيمبيري سيلفا أفاد وكالة الأنباء الفرنسية أن المشروع حاليا في مرحلة التخطيط ودراسة الجدوى، وبعد الانتهاء منها سوف ننتقل للدراسات الهندسية. وأشار إلى أنه يجب على الحصول على موافقة جميع البلدان التي سيمر منها خط الأنابيب. وكان الملك محمد السادس طرح فكرة المشروع العام 2016 خلال زيارته لأبوظبي، وجاء في سياق الكثير من المبادرات التي أطلقتها الرباط خلال العقد الماضي لإقامة شراكات اقتصادية مع جيرانها الجنوبيين في ظل جمود الاتحاد المغاربي بسبب النزاع مع الجزائر حول قضية الصحراء. انطلاقا من المغرب سوف يرتبط خط الأنابيب هذا بخط أنابيب المغرب العربي أوروبا الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر المملكة إلى إسبانيا، قبل أن تقرر الجزائر وقفه نهاية العام 2021 إثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، وهو ما يفسر أيضا أهمية المشروع النيجيري بالنسبة للمغرب. ويبقى السؤال السياسي بين البلدين حاضرا بقوة وسط هذه المعادلة الاقتصادية الضخمة، إذ أن المنافسة بين الجارين قد تدفع إلى احتدام التوتر بينهما أكثر، والذي وصل إلى مستويات متقدمة في هذه المرحلة على خلفية قضية الصحراء.